السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير وبسعادة دايما يا رب. اللي احنا شايفينها دي تورتاية كده على قد الحيل كده، يا رب تعجبكم بطريقة سهلة وبسيطة. عشان النهاردة عيد ميلاد حمزة، طبعا كان ليلة رأس السنة. هو كده تم ان شاء الله 5 سنين. طبعا انا كنت كل سنة طبعا بعمله عيد ميلاده، بس السنة دي عشان ماما لسه متوفية. ف والسنة دي بس عشان ماما لسه متوفية، فعملت له كده على القد. تعالوا نشوف ايه مكوناتها. طبعا انا حطيت هنا بيضتين، وكنت حاطة كوباية من الزيت، وكوباية من السكر، ونص كوب من الكاكاو. طبعا لو ما عندكوش كوبايات معيارية ممكن تستخدموا الكوبايات العادية. وهنا معلقة من الفانيليا، علشان خاطر احنا هنعمل 2. الخليط ده يعمل كيكتين. ومعلقة من الخل. تمام. هنضربهم كلهم في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. تسيبيهم كده بتاع 5 دقايق كده تضربيهم، علشان خاطر الخليط كله يتناسق مع بعضه، ويبقى ايه يعني دايب، بمعنى اصح ما يبقاش فيه تكتلات للسكر. يعني احنا مش عايزين واحنا بنقلب نشوف كده نسمع السكر واحنا بنقلبه، لا، لازم كله يبقى دايب. فهتسيبيه بتاع 5 دقايق في الخلاط تضربيه كويس. وبعد كده بقى ايه بنحط عليه ايه بقية المكونات. انا وقفت الخلاط زي ما انتوا شايفين عشان اعرف اقلب الجوانب. لو في شوكولاتة هنا ولا كاكاو هنا ولا هنا ولا هنا ينزل. عايزة اقول لكم الكيكه دي جميلة جدا يا حبايب قلبي. يعني طعمها كان تحفة بصراحة، وعالية وسمكها عالي، يعني كانت بسم الله ما شاء الله عليها. يا رب بألف هنا وشفا يا رب للي ياكلها. فطبعا انا جبت هنا إيه طبق، حطيت عليه الخليط اللي احنا نزلناه زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي انزل بايدي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله. إيه طبعا انا الخليط اللي هعمله دوت مش هستخدمه واحد، انا هقسمه على 2. تمام. فجبت هنا طبق زي ما انتوا شايفين ونزلت عليه. انا الاول قلت اقلب المكونات الجافة كلهم مع بعض. فجبت طبق وحطيت عليه كوبايتين دقيق زي ما انتوا شايفين اهو. تمام. وهننزل عليهم بمعلقتين من النشا. والخطوة دي اختيارية، لو انت عايزة نشا حطي، مش عايزة خلاص. تمام. انا بحاول بس افرق لكم بين النشا والدقيق، عشان الكاميرا مش مبينة شوية. فطبعا عايزة تحطي دقيق تحطي، بس النشا مديها طعم حلو وطعم الهشاشة. مخلي طعمها جميل جدا. طبعا هنا حطيت باكو بيكنج باودر، اللي هو اي نوع عندك، بيكنج باودر عندك، كيك شيف، النوع المتاح عندك. انا حطيت باكو لان انا هعمل هقسم الخليط ده على 2. ف حطيت باكو كامل، يعني هو الباكو يعتبر معلقة كبيرة بمقياسنا يعني. زي ما انتوا شايفين كده ببتدي اقلب الخليط كله مع بعضه، وابتدي بقى ايه انزل كده بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله. ببتدي انا مبطئة عشان اوريكم الحاجة خطوة بخطوة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله. طبعا انا بنزل الخليط شوية بشوية واقلب، شوية بشوية واقلب. مش تقليب كتير، يعني تقلبي كده ايه تقلبتين كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده اكمل بقية الخليط تقلبتين وانزل الخليط. يعني مش ما تقلبيهاش قوي. تمام. ما تقلبيهاش قوي. زي ما انتوا شايفين كده يا دوبك قلبتها تقلبتين. وانا ابتديت انزل بقيت ايه الدقيق والنشا والبيكنج باودر. تمام. هخلص الكمية كلها طبعا زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي بقى ايه اقلب. بس مش اقلب قوي، يعني بالراحة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده تقلبتين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله. انا عايزة اقول لكم انا كنت اصلا بعمل حلويات كتير قوي يعني، بس بقالي فترة جدا ما بعملش. تمام. دي صينية مقاس 24. هي انا عاملاها على شكل قلب. 24 دهنتها طبعا زيت، وحطيت زيت من تحت، وحطيت لها ورق زبدة زي ما انتوا شايفين كده، قصيته على شكل قلب. لو مقاس اصغر 20 تمام، بتطلع عالية وجميلة. مقاس 24 ماشي.
لكن ازيد من كده بتزودي في المكونات. يعني انت لو عاوز تعملي صينيتين زي ما احنا ما هنعمل بتزودي في المكونات. طبعا انا خدت هنا نص الخليط زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا نزلت هنا نص الخليط زي ما انتوا شايفين، وهدخلها الفرن. طبعا انا ببقى مولعه الفرن قبليها ب5 دقايق علشان الفرن يبقى سخن. تمام. ودخلتها الفرن. هنا طبعا هنعمل ايه؟ الكريم شانتيه. طبعا انا حطيت كوبايه مثلجه، معلقه قصدي كوبايه، معلش انا اسفه، كوبايه لبن مثلجه. وحطيت اللي هو ايه، ربع كيلو من الكريم الشانتيه. وهبتدي اضربها زي ما انتوا شايفين كده. اظن انا نزلت قبل كده طريقة ضرب الكريمة على القناة بتاعتي. اللي ما شافهاش او اول مرة يتفرج على الفيديو ده او ما اشتركش في القناة، يشترك في القناة وهيخش على القناة بتاعتي هيلاقي الطريقة وانا بضرب الكريمة ان شاء الله. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين انا خلصت الكريمة وشلتها في التلاجة. هنا معانا ايه؟ اللبن. حطيت كوباية لبن، سبتها لما تسخن خالص، ونزلت عليها ب250 من جرام من الشوكولاتة الخام. وهبتدي اقلبها كده لحد ما تسيح خالص معايا. زي ما انتوا شايفين كده الخليط ايه. طبعا في حاجات كده انا بعملها بسرعة عشان ما يبقاش معايا الفيديو كبير. وحطيت معلقة من الزبدة وسبتها ركنتها. هنا معايا زي ما انتوا شايفين كده انا بحاول اوريكم ايه، ان الكيكة استوت. بجسها كده زي ما انتوا شايفين، ما فيهاش اي حاجة. بحاول ان انا اقلبها زي ما انتوا شايفين كده. بفتحها ونزلتها اهي، بسم الله ما شاء الله. هقلبها على الناحية التانية عشان اوريكم شكلها وارتفاعها كويس جدا جدا ومستوية كويس قوي. تمام. هحطها على الشبكة وغطيتها بفوطة بحيث ان انا ايه، طبعا انا ما عنديش صينيتين قلب، فعملت واحدة وسبت الخليط على جنب. ولما استوت حطيت التانية زي ما انتوا شايفين اهو. نزلت بقية الخليط، والفرن زي ما هو شغال، ما طفتش عليه، درجة حرارة 200. تمام يا حبايب قلبي، يا رب تعجبكم. بس وانا مش حلوه قوي في الحلويات يعني. اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي ايه رايكم فيها. ما تنسونيش يا حبايب قلبي في التعليقات واللايك والشير، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. زي ما انتوا شايفين كده انا نزلت الخليط. هنا بقى ايه، الشوكولاته كانت ساحت وكله. انا حطيت الشوكولاته زي ما انتوا شايفين اهي مع الكريمة، وابتديت اضربها زي ما انتوا شايفين اهو. وهدخلها التلاجة تاني، لاننا طبعا هحشيها من جوه كريمة بالشوكولاتة، ومن فوق برضو نفس الخليط. طعمها جميل جدا جدا جدا. الكريمة الخام مع اللبن مع الشوكولاتة، قصدي الخام مع الكريمة مع اللبن، بيدوها طعم. كان طعمها تحفة بصراحة. يا رب تعجبكم يا رب. زي ما انتوا شايفين اهو بحاول اضرب الكريمة. تمام. وبعد كده ايه، هنخلط يعني تضربيها كويس بحيث ان ايه، الخليط كله يتناسق مع بعضه. بسم الله ما شاء الله عليها، كانت جميلة جدا جدا جدا. طعمها كمان كان حلو، وحاجة سهلة كده وعلى قد ايدينا وفرحنا الولد. لان انا طبعا السنة دي انا ما عملتوش عيد ميلاد عشان امي توفت وكده، فما عملناش اي حاجة ليه. ان انا عملت له تورتايه اكلناها كده ان حاجة عادية يعني. بس حاجة فرحت الولد، وهو كده تم 5 سنين. يا رب العمر قدامه يا رب. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله الكيكة التانية طلعت. بصوا سمكها كان عامل ازاي. طبعا انا هبتدي اتعامل فيها. حاولت ان انا اسويها. طبعا انا ما عنديش السكينة بتاعة الحلواني. آه شوية كده بإذن الله هبقى ابتدي اجيب الحاجات كده بتاعة الحلويات. هي كانت عندي بس في حاجات كتير قوي انا لما نقلت ما لقيتهاش معايا. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت الواحدة، وهعمل التانية برضو بنفس السمك. تمام. الكيكة جميلة جدا يا جماعة. طريقة الكيكة بالطريقة دي جميلة جدا. حتى لو انت عملتيها ونغستيها كده وزقتيها شوكولاتة برضو حلو، تتاكل طعمها جميل جدا.
يعني وبألف هنا وشفا يا رب للي يجربها يا رب ويعملها. طبعا انا هنا القعدة انا حطيتها. طب القعدة هتتوسخ لو طبعا لما هاجي اشتغل في التورتايه. طب انا اعمل ايه؟ رحت حاطه ورق زبدة زي ما انتوا شايفين كده، علشان لما اخلص التورتايه واشد ورق الزبدة ده تبقى القعدة زي ما هي سليقة، يعني ما توسختش. انا ما وسختهاش طبعا لان انا هشتغل في الشغل، لان انا مش خبيره جدا يا جماعه ولا بتاعه حلويات، فخفت لا بهدل القعده وبهدل الدنيا. هنا انا جبت كوبايه من حطيت لبن وحطيت كاكاو وحطيت الشوكولاته اللي هي سريعه الذوبان، وابتديت ان انا اسقيها زي ما انتوا شايفين كده. اسقيها كلها زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة يا بركة بسم الله. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا أنا هنا حطيت نص الخليط زي ما انتوا شايفين كده، وابتديت أفرد بالمعلقة. عندك اسباتيولا، عندك حاجة الحلواني تمام، ما عندكيش الصرافي زي ما انا ما اتصرفت الجيش قالك الصرافي. انا لقيت معلقه واتصرفت بيها زي ما انتوا شايفين كده، يعني ما فيش حاجه ان شاء الله تغلب علينا باذن الله. فايه عملتها زي ما انتوا شايفين اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله. والله وطلعت جميلة يعني مش وحشة، وقدرت ان انا اطلعها بالشكل ده بحاجات بسيطة، بس قدرت ان انا اطلعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما يعني ما تتريقوش على المنظر والكلام دوت يعني، عادي عادي كلنا واحد يعني، عادي كان عملوا نفسكم مش واخدين بالكم. هنا معلش انا متأسفة، هنا انا حطيت القطعة التانية زي ما انتوا شايفين وشيلت ورق الزبدة. ابتدى بقى تنزل الكريمة من الجوانب، ابتدت ان انا اسقيها زي ما انتوا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله. دي كانت ملسوعة، حابة انا قلت اشيلها، ما قلت مش مشكلة يعني، مش محروقة قوي يعني، هي هتتاكل يعني ما تقلقوش يعني. يعني احنا مش كل يوم بنعمل حلويات يعني. زي ما انتوا شايفين كده زقتها خالص لحد ما خلصت الكمية كلها اللي في إيه، انا كنت عاملة المقدار يا دوبك ان انا ازقيها بكوباية يعني. زي ما انتوا شايفين كده زقتها كلها تمام. ونزلت بقى بقية الكريمة، قلت بقى اشوف كده يمكن الاسباتيولا تطلعها معايا حلوة كده ولا حاجة، ما نفعتش، ورجعت برضو ايه ان انا اتعامل بالسكينة يعني. السكينة بتاعتي دي بتاعت كله، بشتغل بيها كل حاجة، بسم الله ما شاء الله عليها. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت انزل واعمل الجوانب تمام. يعني اهو بقدر من الامكان يعني نحاول ان احنا ايه نعمل الحاجة. لا بصوا بقى ورق الزبدة لو كانت بقى ما حطيتش ورق الزبدة كان زماني موسخة طبعا القعدة، وكان المنظر هيبقى مش لطيف خالص. فانا حاولت بقى ايه، قلت افكر يعني اعمل ايه، رحت حاطه ورق الزبدة زي ما انتوا شايفين. هنا بقى ايه، انا عامله شوكولاته النوتيلا اللي انا عملتها على القناه. دي الشوكولاته اللي انا عملتها طعمها تحفه، خش مع القناه بتاعتي هتلاقيني وانا عاملاها. طبعا ازينها بايه، رحت جايبه كيس تلاجة زي ما انتوا شايفين، انا لفه بقيته على ايدي وخرمته كده خرم صغنون كده خالص، وابتديت اعمل الشكل القلب ده زي ما انتوا شايفين. قلت اعمله له ازاي، ما انا لازم ازوقها يا اما مش هيقبلها مني وهيتزربن عليا. فطبعا لازم نسمع كلام الباشمهندس حمزة. هنا رحت بقى ايه، قلت عملتها كده ما عجبتنيش، قلت ايه اعمل لها شكل تاني كده، اعمل لها زي مربعات كده وبالخله ازوقها. فطبعا الشوكولاته زي ما انتوا شايفين جميله جدا جدا جدا. وفي الاكل حلوه قوي يعني، وتقيله يعني سبحان الله. احنا بنشتري الجردل بقى مش عارفه دلوقتي وصل ل60 ولا لكام. دلوقتي انا عاملاه مش مكلفني بتاع 30 جنيه، وجردل، وكمان عاملاه في البيت، وضامنه انتي والاطفال، وضامناه انتي والاطفال ان انتي بتعملي حاجه لعيالك كويسه. طبعا هنا انا جبت شوكولاته، كان عندي حته شوكولاته خام متبقيه، رحت بشرتها زي ما انتوا شايفين كده، وابتديت ان انا اخد الحراف بتاعه التورتايه بالمعلقه بقى. ما انا قلت لكم بقى الجيش قال لكم اتصرفوا يا جماعه وما تتريقوش على شكلها يعني ايه،
ان شاء الله اجيب امكانيات كده وانزل وسط البلد واجيب شوية حاجات كده للتورت ان شاء الله باذن الله. ربنا يفتحها علينا وييسرها علينا كلنا يا رب، اللهم امين. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت الشوكولاته المبشوره على الحرف ان انا احدد القلب زي ما انتوا شايفين. آه، هنا حته كانت ناقصه، ابتديت ان انا ازودها كده بالمعلقه. طبعا انا لما بشرت الشوكولاته حطيتها في التلاجة على طول، ما سبتهاش برا رغم ان الدنيا ساقعه، بس حطيتها في التلاجة بحيث ان انا اما اجي امسكها تبقى مفروله. طبعا جبت الخله هنا وابتديت ان انا اعمل لها شكل زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله عليها. قلت بقى اخد الجوانب زي ما انتوا شايفين. فطبعا عملت بايدي، وايدي كانت مجارك الله، يعني كانت ايدي كلها متبهدله. قعدت امسح بالمنديل زي ما انتوا شايفين، عملت بايدي. المنظر مش لطيف، بس اما نشيل بقى ورق الزبده هتلاقوا الشكل شكلها حلو. بصوا هنا ابتديت اشيل ورق الزبده، لقيته القاعده نضيفه جدا. هي هنا حسيت ان انا هشد التورتايه، فقلت لا 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 استعين باي حاجه، فلقيت المعلقه يا دوبك كده سندتها سنده خفيفه وشلت يا رب اهي زي ما انتوا شايفين. يا رب تعجبكم، وما تنسوناش يا جماعه في التعليقات يا حبايب قلبي. واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس، وعشان يوصل لكم كل جديد. ودايما يا رب مع بعض وما يحرمنيش منكم، وسنه سعيده عليكم كلها. ويا رب السنه الجايه تبقى احسن من السنه اللي فاتت علينا وعلى امه المسلمين اجمعين يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام عليكم.